فيديو النهارده بقى يا جماعه جبت لكم وصفه من اللي قلبك كده يحبها، اللي جيبك يعشقها، واخد بالك انت وركز في جيبك يعشقها دي عشان هتعجبك. جايب لكم بقى النهارده ايه؟ برجر بالبطاطس، بس بما ان بقى البرجر واللحمه والكلام دوت بقى بتاع الناس بتوع ايجيبت مالناش دعوه بيهم، فهنعمل لكم برجر بالبطاطس بس. ويلا بينا نشوف الوصفه سوا بقى. اول حاجه معانا طبعا في الوصفه الطبق بتاعنا فيه بطاطس المسلوقه ونبقى مصفينها كويس جدا من الميه، وهننزل عليها بقى بالتوابل بتاعتنا: معلقه ملح، معلقه بصل باودر وتوم باودر، معلقه فلفل اسود، ومعلقه بابريكا. ونبدا بقى ايه نهرس الكلام ده كله كده سوا مع بعض كويس جدا. وبعد ما هرسناهم بقى وصلت للشكل ده يا جماعه، ننزل على الخليط دوت ببيضه. ننزل كده ببيضه وننزل عليهم بقى باربع معالق دقيق. وطبعا زي ما انتم يا جماعه عارفين كده اهو بقى معانا، مش محتاج ان انا اقول لكم، بس طبعا احنا قناه احترافيه 100%، فكل حاجه لازم تبقى بيرفكتو، مفيش حاجه بتبوظ معانا ولا حاجه بتتبهدل معانا، فلازم العجن نبقى لابسين ايه؟ جلافزات. نلبس جلافزات. لا ثانيه، انا قلت ايه ده؟ فظيع في الانجليزي، فظيع. فلازم بقى نبقى لابسين ايه؟ جلافز كده ماشي، عشان ايه؟ احنا قناه احترافيه. هو بيتلبس ازاي؟ يا اسطى العمليه اللي انت هتعملها دلوقتي دي محتاجه ان ايدك تكون طاهره. انت بتقول ايه يا عم انت؟ مش عارف. وانزل بقى يا معلم بايدك كده اهو في كل الكلام ده، وافضل قلب بقى كده ايه واعجن فيهم، ولا يهمك جلافز اتقطع ولا يهمك، كمل كمل، افضل اعجن كده. ايه لازمتك؟ يعني انت ايه لازمتك في الحياه طالما انا هكون لابسك وبرضه العجينه هتخش جوه ايدي؟ انت ايه لازمتك في الحياه؟ افضل بقى إيه؟ بقول لك ايه، انا هخش بايدي من غير جلافز. انا زهقت. القناه الاحترافيه بتاعتنا هتبوظ. بعد بقى ما وصلنا للشكل ده يا جماعه كده اهو، هنشكل البطاطس بتاعتنا على شكل برجر، ونقول يا رب ما تلزقش زي ما هي بتلزق في ايدي حاليا. طب تمام قوي. هو انا تقريبا معايا مشكله مع اي حاجه فيها عجن، بس مش بطاله. هنشكل كده شويه حلوين، وبعد كده نرجع لكم تاني واحنا في المطبخ بقى بنسويها. مش عارف ليه يا اسطى مدياني احساس الطعميه مش برجر. ركز معايا بس كده وانا بفرشها على الطبق. اول حاجه انت هتمسك حته زي كده، شايف دي؟ دلوقتي انت عايز تكورها، هتعمل بيها ايه؟ ايوه كده. اول حاجه معانا طاسه فيها شويه زيت سخنين موحوحين مولعين عشان نلسع نفسنا زي ما انا هعمل دلوقتي. وانزل بقى يا معلم بحته الطعميه بتاعتك اللي هي مفروكه برجر، متلسعنيش يا اسطى. ننزل بختها جنبها كده اهون على هادي، بس عشان انا ايه لو اتلسعت انا هصور حاجه تاني خلاص، انا هعتذر عن المهنه دي. يعني ايه يعني كل وصفه في حاجه هتفشل مني؟ يعني البرجر قلب معاك طعميه، لا تخرج كفله انت تاكلها سبحان الله. طب يا جماعه، وبعد ما سيبناها بعض من الوقت لا نعلم كم، فاحنا نقلبها بالبركه نشوف الطعميه بتاعتنا بقت عامله ازاي. يا نهار اسود يا نهار اسود، هي شكلها حلو ولا وحشه؟ شكلها جامده يا اسطى. انت بتسالني هو مش انت الهبداوي؟ ما هو الهبداوي لازم يكون معاه برضو ايه؟ مساعد هابط. بالظبط كده. يا لهوي يا معلم، يا نهار اسود، انا حاسسها قلبت على القرنبيط. بجد. يعني هي كانت المفروض برجر قلبت على طعميه، ومن طعميه على قرنبيط. فتخيل لما اعمل لك اكله 3 في 1 وانت يا معلم ما تعملش لايك. ودي يا جماعه اكبر قرصه طعميه هتشوفوها في حياتكم، اللي هي قرنبيط وفي نفس الوقت برجر وطعميه. هي شكلها اتحرقت اصلا مننا، يعني احنا دخلنا جوه قعدنا ناكل اللي لسه مسوينهم، ومن جمدانهم نسينا ديت على النار. قول بقى حاجه للمشاهدين بعد ما هربتها كده. وطبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان الوصفه ديت 3 في 1، فانا قسمت لكم القطعه الكبيره ل3 عشان نبقى ماشيين على الوصفه صح، وتبقى 3 في 1 فعلا. ايه ده؟ هندوق كده ونقول لكم رايي هبدا فيها عامل ازاي. طب يا جماعه، وزي ما انتم شايفين كده ده شكلها بعد ما خلصت. يلا بقى ندوق. ما تدوق انت الاول عشان لو حصل لنا حاجه. وماله يا اسطى؟ انت متاكد؟ انا ما بصدق اصلا. يا ديني على العظمه، طعمها رهيب. بص دوق بس دوق عشان يعني هي جامده بطنك جدا. بطنك تعبانه؟ لا. ماشي ندوق احنا بقى كده اهو. انبهرت ولا لسه؟ انت منبهر ان هي جامده؟ انا عارف. هو ايه ده؟ انا بجد لو مش انا اللي عاملها بايدي وما اعرفش ان دي بطاطس كنت اقول لكم ان ده قرنبيط. بس طعمها جامد. حصل. شغل عالي. جامده قوي. بمناسبه بقى ان احنا عملنا لكم يا جماعه فيديو برجر بطاطس، فايه جه على دماغي كده فكره، ليه ما اعمل لكمش كفته لحمه ومن غير لحمه؟ سبحان الله يا اخي، سبحان الله.
فلو انت عايز تشوف الفيديو وانا بعمل لك كفتة لحمة من غير لحمة، ما تنساش بقى تعمل لايك كده وسبسكرايب وتدلعني عشان هدلعك كتير قوي في الفيديوهات الجاية. بس كده حبيبي يا هبداوي، داري بكيف الشعب. يا صاحبي، ده انا الشعب ذات نفسه يا ابني. انا البطاطس ديت اصلا شفت الناس اللي في السوق نتشت لي بطاطسيتين وطلعت اجري عشان مش معايا فلوس احاسبها. بس كده يا جماعه، وبكده نكون عملنا معرفش ايه ده، برجر ولا طعميه ولا قرنبيط، بس معناه نكون عملناه وخلاص. هو طعمه حلو فانت جربه مش هتندم. بس ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكالعاده طبعا لو انت عندك هبدات وافتكاسات وتجارب فاشله وعايز تعملها بس خايف تولع في نفسك وفي بيتك، سيبها لي تحت في الكومنتس وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي هذا الكائن اللي ورا الكاميرا عشان خاطرك انت. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.